صباح الخير يا جماعة، صحيت بدري كده فقلت ايه اعمل لكم فيديو. سؤال: ايه اللي بيحدد مرتبك في الشركة؟ يعني هل هي بقى سنوات الخبرة، ولا هل هي بقى الكوسة والواسطة والمحسوبية، ولا هي بالحب، ولا هي بسنين الخبرة، ولا ايه بالظبط؟ السؤال ده له إجابة لقيتها في مسلسل ذا جود فايت، اللي هو السيكول بتاع ذا جود وايف، اللي اتعمل منه نسخة مصري، اللي هي مفترق الطرق. طيب، انا ما اعرفش قلت الكلام ده قبل كده ولا لا، بس ممكن اقوله تاني حتى لو اتسمع. ان ذا جود فايت من اجمل المسلسلات، كتابه وتمثيل واخراج، حاجه كده في منتهى الجمال. ومع ان المسلسل واقعي جدا وبيتكلم على عالم المحاماه وعالم السياسه، لكن فجاه كده في النص تلاقي آه، اغنيه كرتون فجاه كده في وسط وهو واقعي. افترض حاجة ان فانتازيا، ان بقى في محاكم عرفية في امريكا، وفي قضاة كده حاطين نفسهم في المخزن، وفي محكمة في المخزن في اوضة اللي هي اوضة الغسيل ولا اوضة الخزين دي، وفي بقى ناس بتنفذ الموضوع ده. المهم نرجع تاني لموضوع المرتب. ايه اللي بيحدد المرتب؟ اعتقد في سيزون 3، انا كنت فاكر اسم وكنت كاتب اسم الحلقة اللي فيها الموضوع ده، بس نسيتها او مش عارف ضاعت ولا ايه. المهم يعني دلوقتي الشركة دي عبارة عن شركة أسسها ناس سود، وكانوا متخصصين في جرائم البوليس ضد السود بسبب العنصرية. شوف التخصص. فطبعا كان من المنطقي ان يبقى معظم او كل العاملين فيها من السود. وبعدين فجأة بتيجي ديان دي امرأة بيضاء، فحطوها في البورد بتاع المكتب، عشان خاطر يبقى فيه بقى ايه، نجيب كلاينتس تانيين، والعمليه بقى ايه، مش بس العنصريه، لا نشوف برضو الجانب التاني من امريكا وبتاع. وابتدوا يعينوا محامين بيض مع المحامين السود في الشركه، لحد ما حد اكتشف ان في فرق كبير في المرتبات ما بين الموظفين. تفتكروا بقى الشركه هتدي لحبايبها المحامين السود اكتر ولا البيض؟ المنطق بيقول السود، لكن الواقع اللي اكتشفوا ان هم بيدوا للبيض اكتر. الله، لا ده سود، واحنا ويبقى ابننا ونديه للتاني اكتر، طب ليه؟ فهنا بقى بص الاجابه، والاجابه براجماتيه ومنطقيه جدا. لان البيض ممكن يستغنوا عن الشركه اكتر من السود، فعشان كده بيدفعوا لهم فلوس اكتر عشان يقعدوهم. الراجل اللي هو المحامي الاسود مش هيعرف يروح في شركه كلها بيض، فهيروح في شركه كلها سود. الراجل المحامي الابيض هو اصلا كده كده مش عايز، يعني هو ممكن يستغنى عنهم بسهوله، وعشان ممكن يستغنى عنهم بيدوا له فلوس اكتر. وهو ده بقى اللي بيحدد مرتبك في الشركه وقيمتك عند الشركه. انت ممكن تستغنى عنهم ولا لا؟ يعني انت ممكن تكون راجل معاك تقول انا ابن الشركه، مش مهم، انا في الشركه دي انا جيت هنا هو من ايام الحاج، عادي. انا في الشركه دي من ايام ما كانت على المحاره، وانا اللي هو عادي جدا، ده انا اللي جبت بنفسي كوالين الحمام، مش مهم، مش مهم. لو ينفع الاستغناء عنك، هيتم الاستغناء عنك. ده بالعكس، ده لو في واحد مثلا ممكن يبقى اقل منك في القدرات او في المؤهلات او في الخبره، ويدوله فلوس اكتر. ليه؟ مجنون، معاه فلوس، كل شويه لهم انا همشي واسيب الشركه، ومفيش زيه كتير. بس آه انت محسسهم انك انت مهما حصل، مهما اتعمل فيك، مهما اتداس عليك، انت مش ماشي لاي سبب، مرتاح في الشركه، بتخاف تغير، الشركه جنب البيت، اي سبب، اتعودت عليهم. فطالما ان بقى في احساس بالامان ناحيتك، اي حد تاني مش هيحسوا بالامان ناحيته، هيدوله فلوس اكتر. بس ده مش معناه انك انت تبقى واحد مجنون، يعني فاهم، اللي هو كل شويه بقى تقول لهم انا همشي انا همشي هيمشوك. لا، انا بتكلم ان هو هم عايزينك، بس انت تقدر تستغنى عنهم. ساعتها هتاخد فلوس اكتر من واحد مؤهلاته اعلى، او قدراته اعلى، او خبراته اعلى، بس هو قاعد ومش ممكن يمشي، مهما حصل مش ممكن يمشي. فدي من ضمن الحاجات اللي بتتعلمها من الدراما، يعني فاهم، منطقي يعني. لو انت كده ولا كده قاعد، هديك فلوس اكتر ليه؟ انا بديك فلوس عشان ما تمشيش، طب ما انت قاعد، فانا هخصم منك عادي، هتقعد، هديك مش هقعد. لكن التاني مثلا معاه لغات اكتر، معاه فلوس، مرتاح، هيديله فلوس اكتر بمنتهى البساطه. يعني في احد الشركات
كان فعلا في حد بياخد فلوس اكتر مني، مع ان انا كنت بعمل شغل احسن يعني، يعني اكتر منه، لسبب ان هو معاه عربيه بتاع، فهو ممكن يمشي، معاه عربيه احسن مني، فهو ممكن يمشي ويسيبه. انا بقى في الشاب الكفحتاجي بقى، ولازم مش بقى، فلما ده قاعد ده هيروح فين؟ ده محتاج ومشيت في الاخر يعني، في الاخر خالص مشيت يعني، ما اصل يعني فاهم، مش قادر يعني، ومشيت لان انا اقدر استغنى عنهم ورحت شركه تانية. يعني هو الادراك بس عندهم ان هو كانوا فاكرين انك انت ممكن تمشي، انك انت مش ممكن تمشي لمجرد انك انت محتاج الفلوس بس، هو فكره انك انت برضو، ما هم انا لا، ما انا كنت صغير وعندي الجراءه ان انا امشي ومطلوب في حته تانية، وبما ان انا كده ولا كده مرتبي صغير، فده ممكن شركات تانية تاخدني، بعد هم ما ادركوش المعلومه دي. فدي من ضمن الحاجات بتاع. قولوا لي انتوا بقى عندكم في الشركه بيحددوا المرتبات حسب ايه بقى؟ كفاءات، مؤهلات، خبرات، بالحب، باللذاذه، عشوائيه؟